اصحى يا مصر، شوف الزايف من الأصل وخليك من الأحرار. اصحى من الغمة، هنعيد تاريخ أمة عاشت من الأحرار. ميز ولا تميز، ده الأصل يتميز والحر عنده قرار. اصحى وسمعنا صوتك بقاله معنا وبقالنا الاختيار. حقك ده من حقك، بالحق يجي حقك ومعادش الانكسار. اصحى انفض ترابك وارجع ابني دارك وتكالك على الله. اصحى يا مصري، شوف الزايف من الأصل وخليك من الأحرار. احنا من اللجنه الاعلاميه حزب مصر الحمراء، وحابين نعرف من الشارع السكندري ايه هي متطلباته من الرئيس القادم، متطلباته للبلد. ان شاء الله اول حاجه طبعا الله يكرمنا ونستمر الامن، اهم حاجه في اي نظام ونمشي. الحاجه الثانيه يا ريت نهتم بالتعليم. التعليم شبه منتهي في مصر، بدليل ان بنلاقي دلوقتي من ضمن المدارس خريجين مدارس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. محافظ دمنهور زمان بحيرة زمان اكتشف ان احنا عندنا ناس واخدين 6 ابتدائي وعاوزين محو اميه. يبقى اهم حاجه التعليم. الراجل اللي هو كان رئيس ماليزيا اول حاجه اهتم بيها الايه؟ التعليم. يا ريت كمان بقى خدمه انسانيه في الشعب المصري، الاهتمام بالصحه. وهي الصحه ايه؟ الاهتمام بالصحه المتكامله. يعني المريض يخش المستشفى يلاقي الخدمه من الالف للياء. ما يقولوش هات القطر، هات السرنجه، معلش هات الدواء ده، لا. المريض يخش يبقى مطمن هيلاقي العلاج كامل متكامل. يعني حضرتك بتاع متطلباتك يشوف ملف التعليم، ملفات التعليم وملفات الصحه والامن والامان. لو حصل كده بقول لك اهو، مش عاوز احلف، مصر هتكون ثالث قوه في العالم ان شاء الله بعد امريكا والصين، وهتبقى مصر ان شاء الله. وكل العالم خايف من مصر على فكره، لان بيسموها المارد، والمارد ده لو قام هيبوظ الدنيا، هيقول لك هينهيهم. فاحنا بنهتم بالثلاثه دول ان شاء الله، كل حاجه هتتحسن. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. شكرا. عايزه اسال حضرتك ايه متطلباتك من الرئيس القادم؟ ايه تطلعاتك لبناء دوله حديثه؟ ايه كمواطنه مصريه بسيطه ايه اللي نفسك يتحقق من خلال الرئيس القادم بعد الثوره الشعبيه الكبيره اللي قمنا بيها ان شاء الله؟ بصي حضرتك، احنا والله متفقين عليها خالص، يعني احنا بس عايزين يعني حاجات تبقى رخيصه شويه، ولادنا يتعلموا كويس. مثلا الشباب دلوقتي مش لاقي حاجه، يعني ولا لاقي شقه يسكن فيها، ولا لاقي مجال شغل. يعني انا اولادي متعلمين مش لاقيين يشتغلوا، فاهماني؟ فبيشتغلوا شغلانه اللي انت عارفاها دي، في المحلات البطاله. يعني مشكله البطاله، مشكله البطاله، مشكله العماله مثلا. يعني انا برضه متعلمه وبشتغل برضه شغل يعني كده، فكل اللي بنطلبه منه ان هو مثلا يامن لنا، يعني يامن الحياه العاديه من المستوى العادي. يعني احنا مش محتاجين اكتر من كده، محتاجين امان اكتر كمان. يعني محتاجين امان، محتاجين يعني البلد تستقر عن الوضع اللي هي فيه ده ان شاء الله. يعني محتاجين ربنا يسهل يعني البلد تتظبط كده لاحسن حاجه ان شاء الله. مش طالبين اكتر من ان هو يعني الراجل اللي جاي ايا كان هيجي ان هو يعمل لنا بس يعني الحاجات دي من المتطلبات البسيطه، يوفر لنا الامان، يشوف مشكله البطاله. خلاص زي ما حضرتك مش اكتر من كده يعني. بس حضرتك يعني ما والله كلنا كشعب بنأمل في كده يعني. طبعا ملفات الصحه ربنا يا رب كده. وكل حاجه. احنا مش محتاجين اكتر من كده يعني. ان شاء الله. متشكره ليكي قوي. شكرا لذوقك. شكرا. مع الف مع سلامه. السلامه. طلبات حضرتك من الرئيس اللي جاي؟ ايوه فاهم. هو اهم حاجه كانت يعني بس الاسعار ديت تبقى كويسه، الاسعار تبقى مرتاحه بالنسبه للناس اللي تبقى كويسه. فاهم؟ الاسعار تبقى كويسه، بالنسبه كمان السكن مع الشباب ده برضه كويسه، لان السكن ما فيش سكن خالص. بالنسبه للسكن كمان، وهو ربنا يعني يصلح الحال ان شاء الله. في اي طلبات تانية منه؟ لا، هي اهم حاجه الغذاء يكون مرتاح شويه لان الاسعار غاليه، والسكن طبعا للشباب ده السكن اهم حاجه دي.